لو انا مثلا جاني عرض من الاهلي ده شرف كبير ليا، يعني يجيني عرض من النادي الاهلي، نادي كبير، يعني اي لاعب يتمنى يلعب في النادي الاهلي. ايوه. الخطيب بيتوعد حسين لبيب رد عليك في الميركاتو الصيفي. بيبو يمنح الضوء الأخضر للجنة الكورة لاستباحة كل لاعبي الزمالك والدخول في مفاوضات حاسمة مع 5 لاعبين عقدهم بينتهي، وفرجاني ساسي المفاجأة الكبرى. ولبيب يرد طب خلي بالك بقى من محمد شريف بتاعتنا. محمد شريف ومحمد شريف انا بشوفه ان هو مهاجم هايل. بعد ما الخطيب قرر ياخد اجازه 3 شهور يسافر بره يستأنف رحله علاجه، توالت احداث مباراه القمه على النادي الاهلي لدرجه انه اجل رحله سفره عشان النادي وجمهوره، وكتب بيان موجه لرابطه المحترفين لتوقيع اقصى عقوبه ممكنه على جمهور الزمالك بعد خوضهم في عرض امام عاشور واستباحه اهل بيته طول 90 دقيقه، الشيء اللي افقده تركيزه وبقت ودنه مع المدرجات. وعلى الفور جت استجابه الرابطه بمنع جمهور الزمالك من حضور مباراتين وغرامه 200,000 جنيه، وحسين لبيب بدوره رفض القرار ورد ببيان من صفحتين دفاعا عن جمهوره، وجاب سيرة أحمد شوبير واتهمه بإثارة الفتنة وروح التعصب بين الجمهورين عشان يتحول الخلاف بين جمهورين في المدرج وعلى السوشيال ميديا لصدام بين الإدارتين. وعشان بيبو ما بيعجبوش الحال الميل قال البادي أظلم عليا وعلى أعدائي، وادى للجنة السكاوتنج بقيادة مختار الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات جادة مع أي لاعب زملكاوي الأهلي محتاجه، خصوصا اللي عقدهم أوشك على الانتهاء ولسه ما جددوش. والقايمة شملت محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومحمود بن تايك ومحمد حمدي، وطبعا غير زيزو اللي المفاوضات معاه لسه قائمة، ووالده عقد جلسة في فيلة رجل أعمال أهلاوي تقيل كلنا عارفينه، واشترط إن عقد زيزو يبقى بالدولار وإضافة بند حق الاحتراف بدون دفع شرط جزائي، والأهلي بيدرس الطلبات للرد عليه. ومش بس كده، الخطيب بلغ كولر عشان يحسم موقفه من علي معلول في مونديال الأندية، وبكده يفضي مكان للاعب أجنبي أخير هيكون فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي. وكلنا عارفين القطريين ما بيرفضوش لبيبو طلب، ورجعوا له حمدي فتحي وتراجعوا عن ضم أكرم توفيق بمكالمة تليفون. وساسي صفقة في المتناول باعتباره صديق مقرب لأشرف بن شرقي وبلديات معلول، وما هيصدق يلعب كأس العالم ده، غير إنه صرح سابقا بأن اللاعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب عربي وتونسي. ولبيب وصلت له الأخبار واستدعى أحمد حسام ميدو مدير السكاوتنج الجديد للرد على رجالة الخطيب، وطلب منه يحسم صفقة جماهيرية مكايدة في الأهلي. وميدو قال له مفيش غيره رمضان صبحي، لكن سحس قال له مش للدرجة، عايزين صفقة من أبو بلاش مع فرمان تحسين اللعيبة المستهدفين من الأهلي، وأولهم حسام عبد المجيد بقرار تعديل قيمة عقده والتجديد معاه لسنة إضافية. أنت شايف الحرب الباردة هتخلص لمين؟ وهل الأهلي هيحرق قلب الزملكاوية تالت؟